السلام عليكم ورحمة الله. نضال الأحمدية هي صحفية وإعلامية لبنانية. المعروف عنها أنها تملك صحيفة الجرس المختصة بالفضائح والصحافة الصفراء، وأنه بالفترة الأخيرة أنه إحنا تعرفنا عليها كسوريين لأنها تطلع تشتمنا وتسبنا وتحكي السوريين عديمي الثقافة وعديمي الحضارة وما بيعرفوا يحكوا لا إنجليزي ولا فرنساوي، وسوريا بالأساس كانت جزء من لبنان. هذا الحكي معروف. طلع أحد الأشخاص المشهورين يرد عليها لنضال الأحمدية ويوجه لها نصيحة ويحكي لها لا تحكي، لا تتصوري مقابلات ولا تطلعي إعلاميا، وأنه أنا كشخص ما بنسى أفضالك علي في بداياتي. هون صار بمخي تساؤل أنه هاي الإنسانة كان إلها ماضي غير هذا اللي هي عايشة فيه هلأ. ففتت بحث عليها على الإنترنت وكتبت نضال الأحمدية على اليوتيوب، يطلع لي فيديو لنضال الأحمدية عم تصور مقابلة مع وديع الصافي والصبوحة الشحرورة. فتنا على هالفيديو وإلا أتفاجأ بإنسانة مختلفة تمام الاختلاف عن الشيء اللي نعرفه هلا حاليا. إنسانة مثقفة مؤدبة، رقي، إحساس، إنسانية، أدب، أسلوب عالي، يعني شيء ولا كأنه هاي الإنسانة هي نفسها هاي الإنسانة، حتى بالشكل مختلفة. فصار هون بمخ السؤال التالي: يا ترى هالإنسانة المؤدبة والخلوقة والإنسانة هاي اللي تحسها أنثى عن جد، شلون تحولت لهالفزاعة هاي اللي موجودة بوقتنا الحالي؟ والله شيء غريب وشيء يستحق الدراسة فعلا. هل من المعقول أنه الإنسان كل ما كبر بالعمر يخف عقله؟ مثلا أنا اللي بعرف أنه الإنسان كل ما يكبر تزداد حكمته، يزداد ذكاؤه، يزداد تفهمه للناس. أما هي شغلة معكوسة بالنسبة إلها، أم في سبب ثاني يتعلق بالمال والشهرة؟ أنه هاي الإنسانة كانت على مستوى مالي في الماضي ومستوى من الشهرة حاليا فقدته وعم تحاول ترجعه على حساب السوريين. فعلا شيء غريب. لكن على فكرة نضال الأحمدية كشخص أنا بحترمها جدا. ليش؟ لأني بعتبرها شخص شجاع يحكي رأيه بصراحة وما بيخبي وينافق ويدهلز مثل باقي الفنانين اللي هم بقرارة أنفسهم يكرهوا السوريين ويكرهوا وجود السوريين في بلادهم، لكن يطلع على الإعلام يحكي إنه والله نحن والسوريين شعب واحد وبنحب السوريين ومن هالحكي الفاضي.